حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء آمين يا الله. رب. بقالنا نص ساعة بنعدل في التليفون عشان خاطر مفيش فايدة برضه. الصورة تتظبط ومش راضية تتظبط، والله نص ساعة. قالت لي تلك كده وانا زعلانة والله العظيم. عاملة بقى لسان عصفور، وكان عندي نص دكر بط كنت عيناه في التلاجة عشان خاطر عايزة اعمله مع كسكسي وكده. فانا بصراحة ربنا قلت المحشي بقى النهارده الجمعة ناكل اكلة حلوة كده، فطلعته بقى وعملت محشي كرنب ومخلل بقى وسلطة وبطاطس، والاكل بقى يستاهل بقى. خش على النار بقى. نار قاعدة، احنا بقى حرام عليك بقى نص ساعة بنعدل في التليفون والله العظيم لما حرق دمنا والله العظيم بجد. شوف انت حاجة عجيبة. شوفوا يا جماعة اللون، شوفوا المحشي عامل ازاي، شايفين صوابع ما شاء الستات. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل. شوية محشي عايزين يتدرسهم والله. والله العظيم الصباع كله قد التاني. الصباع جنب الصباع. قبل الروش أيوة. والله العظيم قبل الروش. اتعدل يلا عشان اوريهم. يلا يا حين اتعدل يلا يا حين بقول التليفون. شايفين اللون يا جماعه؟ شوفي كده طالما انا ركنت على جنب كده أيوة الصورة دي جميلة. شايفين اللون؟ شايفين لون المحشي عامل ازاي؟ الصوابع قد ايه؟ الصبع قد كده. اللهم بارك. اللهم بارك. تعالوا كلوا بقى معانا. تعالوا كلوا احلى محشي معانا. يا جماعه والله تنورونا. بسم الله. اللي اخواتنا كده في فلسطين يا جماعه ربنا يا رب يفك كربهم. امين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا بقى شويه لسان عصفور بشوربه البط بقى، محتاجينكم. لسان عصفور حروف، ورحت جايه حط عليه كمان شويه من اللي هو عندي، قلت عشان يغيب شويه لان شايفه رشاء يبقى تشكيله كمان. عامل شغل برضه فعلا. الحروف ومن التاني يبقى عمل برضه تشكيله، وفي نفس الوقت يغيب عندي شويه. والنبي يعني الاضاءة حلوة يا ماما. والله دوختنا اقسم بالله، والله دوختنا. وانا قاعده اقول لها الله يخرب بيتك يا التليفون، انا هدشدشك انا هدشدشك والله انا ما عدتش الاكل ما بعرفش اكل الا ذوق. الله المستعان. بسم الله. لسه شارياه والله يا جماعه، يعني الناس بتقول لي اشتري لك واحد غيره، أنا لسه شارياه وانا. ايه والله. عاوز صدر ولا وقت؟ اي حاجة يا باشا. ها؟ اللي تجيبه يا باشا. لك صدر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب بالله عليك، كانت السلطه هتندلع. لا بايدك مش بالشوكه، بايدك كده. ماشي اوكي. والله الشوربه السلطه كانت هتنقلب كلها. الشوط عندنا لازم ياكل بالشوكه، لازم المحشي بالشوكه. معرفش امسكوا ايدي كده. مش عارفه والله العظيم، متعودنا على الطبليه بتاعتنا. ابويا وامي ان احنا ناكل بايدينا، المحشي ده بالايد. هناكل بايده كل حاجه، بس سخن منه بيبقى سخن بايدينا بس. الحياه اليومين دول بقت صعبه قوي ما بين الشباب المتزوجين والبنات. بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه. تلاقي دايما احنا مثلا انا كنت مشكله قريبه ان يعني من كام يوم كده دايما ما عادش في صبر كده في الحياه المعيشيه هقول لكم على حاجه يا جماعه. بصوا الزواج مسؤوليه طبعا. مش هضحك عليك واقول لك ده انت هتقومي على حب وهتنام على حب، لا مسؤوليه. مسؤوليه بمعنى كلمه مسؤوليه. مسؤوليه متبادله كمان. شايله بيت وشايله عيله وشايله راجل لازم تكوني صيناه وشايله مسؤوليه. هو بيمشي يقول لك مصروفك اهو، تشوفي بقى انت بتقعدي تفكري تعملي اكل ايه، هتسوي ايه، انا هدبر ايه وهعمل ايه. الواحده بيبقى عليها وسط الشيله معظم الشيله. اسمعوا بس مني، سيبكم بس عشان خاطر الشاب ممكن يحرف الكلام، اسمعوا مني. احنا بيبقى علينا 3/4 الشيله. هو بيبقى عليه المصروف مثلا، هو الراجل بيشتغل طول النهار الله يعينه وبيجيب المصروف. احنا بقى علينا ايه؟
احنا علينا ايه؟ لو ادانا 10 جنيه هياكلوا بيها، هياكلوا بيها، هجيب بطين وهفقشهم وهناكلهم بيهم. ايوه بقشهم دي. لو اداني 100 جنيه هاكلوا بيهم، مش هاكلوا بيهم كلهم بقى، لا اعمل حساب لبكره اللي هيديني فيها ال 10 جنيه او ال 20 جنيه. يعني ايه بقى؟ اروح جايه مثلا عامله ايه؟ عامله مثلا صينيه بطاطس، سلقه بيضتين، عامله مثلا شويه مكرونه معرفش ايه. يبقى انا كده وفرت حاجه من ال 100 جنيه. 100 اوفر شويه منها، 20 بكره مش هتجيب حاجه احط عليها من 100 بتاع امبارح. يبقى انا كده عملت لنفسي ولبيتي عيشه. في ايه بقى؟ احنا عندنا هنا في الارياف مثلا بنشتري الرز بالشكاير اللي هي بقشره ده، وبناخده بعد كده نروح ايه المكنه نبيضه. خلاف بقى مثلا المدينه اللي هي تشتري الشكاره اللي هي بتبقى 5 كيلو او كيلو او 10 كيلو او 25 كيلو، الشكاير الجاهزه دي. لا احنا هنا لازم تلات ارباع بلدنا او يمكن اكتر كمان بنشتري الرز اللي بقشره ده. انا من 20 جنيه او من 30 جنيه اللي انا وفرتهم من ال 100 جنيه، اجي في موسم الرز الاقي نفسي مثلا معايا 2000 3، اقول له يا رشاد احنا عايزين نشتري رز، انا محوشه فلوس الرز. واخدين بالكم معايا؟ اصبحت الست هي عليها مسؤوليه البيت في المصاريف وفي الاكل وفي الشرب. انا بكلم البنوتات اللي لسه داخلين على مستقبل، عشان خاطر الحياه والله العظيم يا جماعه عايزه مشاركه وعايزه مسانده من بعض. طبعا ما ينفعش اقول ده انا هخرب بيته، ده انا اللي هيديهوني لازم هصرفه واقول له هات كمان. دي ما تبقاش عيش، دي ما تبقاش عيش ابدا والله العظيم ابدا. الواحده ما تقولش استنى بس عشان احنا مش عايزين نتكلم على حد. انا مش عايزه اتكلم على حد. لا انا بقول على العموم. ما تدخلش امور. انا بتكلم على العموم. انا بتكلم على العموم. بقول الحياه الزوجيه لازم تكون متبادله. ازاي بقى؟ اما يجي الراجل بقى لازم انا ابقى عارف واجبياتي وهو عارف واجبياته. اما يجي الراجل مثلا وعارف دوره في الحياه. يعني مثلا ايه، هو مزنوق مثلا في حاجه، مش مزنوق عايز اخش الحمام، لا مزنوق في الحياه، يعني عليه ديون، وانا بامكاني اساعد جوزي في حاجه زي كده او افك زنقته دي. واخدين بالكم معايا؟ ما كنتش اقف معاه، هو اروح اقف مع مين؟ مع اخويا ولا مع ابويا؟ لا هو اولى، هو اهم، هو عشت وحياتي كلها معاه. واخدين بالكم؟ لو مثلا انا مش هروح بعيد، انا هتكلم عن نفسي، انا هتكلم عن نفسنا. من اول ما اتجوزت جوزي كان برضه الحياه كانت صعبه معاه، وكنت معايا الدهب. عملت ايه يا باشا؟ والله العظيم والله العظيم ما جبت سيره لابويا ولا لامي ولا اخواتي، وخدت ورحنا بعنا الدهب وجينا وسدينا اللي علينا. اي نعم بعد كده جابهولي، يعني بقول لكم بعد الصبر جبر اهو بقى، بعد الصبر جبر. يعني انت وقفتي معاه النهارده، هو بكره هو اللي هيشتغل بيها يوديه لمين؟ مش لبيتك ولعيالك ولعيشتك، مش هياخده مثلا ويروح يديه لحد غريب بره. هي نفس الحكايه. دلوقتي البنات بتقف على حاجات غريبه الشكل، والله العظيم انا ذات نفسي بزعل منها. لازم يبقى في ثقه متبادله ما بين الزوج والزوجه. انا بزعل من الكلام ده. انا بنت اهو ما بقفش معاهم ابدا. لا، لان انت يعني انت مخونه جوزك، ده غلط. ده غلط، غلط اكبر غلط. تبقى بناقص العيشه معاه، اسمعي مني، يبقى بناقص العيشه معاه. طالما مخوناه ما تعيشيش معاه. هتعيشي معاه عيشي معاه بما يرضي الله، بما يرضي الله. والدنيا مش على طول ورديه ولا على طول وحشه. يعني الدنيا يوم كده ويوم كده. ايوه طبعا. يوم في زنقه، يوم في فرجه، يوم الزوج معاه يوم الزوج معهوش. نعيش بقى على قد ما كل واحده تعيش، على قد ايه مستوى جوزها او قد دخله، على قد دخله. بس ارجع اقول برضه الاهل لهم عامل اساسي كبير جدا في نجاح الحياه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه في بدايه الحياه. اهل الراجل واهل الست والله العظيم عليهم رق وعليهم عامل كبير جدا في الكلام اللي انا بقوله لكم ده. يعني انا كنت رايحه اقول لامي ما هو ليه بقى؟ ياما والله العظيم والله العظيم
عمر امي ديت ما قالت لي مثلا لا اطلبي من جوزك ولا هاتي من جوزك ولا مجبور يجيب لك. انا ما عنديش حاجه. امي يعني رحمه الله عليها كانت بتساعد كمان. والله العظيم كانت تديني رز، كانت تديني بصل، كانت تديني توم، تديني سكر، تديني زيت، وكل اللي تقول لي خدي. ليه؟ عايزاني اقف على رجلي. هو جوزي اول ما دخلت مثلا كانت الحياه مش قد كده، والحمد لله ربنا فرجها علينا. ومش لازم المساعده كمان من اهل يعني في الاهل، يعني بتبقى من الماده. كلمه المساعده بالكلمه ذات نفسها الكلمه مهمه. الطيبه والله. ان انا رشا جوزي بيموت في حاجه اسمها ابويا. بيموت في كده ليه بقى؟ لان ابويا دايما دايما يعني مسانده يعني سيبكم من الماده بقى، يعني لا مسانده بالصح دايما في كمان. الصح. لا تعمل كذا، لا تخلي كذا، لا تسوي كذا، دايما مشجعه يعني احنا ماشيين بنصايحه. اقسم بالله ماشيين بنصايحه. الحياه عايزه غيره. تقولش ده انا هاخد الراجل من ليه بقى انا اهله، بقول ان الاهل لهم دور ده مهم؟ انا هاخد الراجل من اهله ومش هخليه لا الاهل لهم دور مهم ليه قايلين بقى؟ ايه ده عيشه. سواء مع الزوجه او مع البنت يعني او مع الاب. ليه الاهل لهم دور؟ لان بيبقى لسه داخل في حياه وهو ما عندوش خبره قد كده، لكن الاهل عندهم خبره طبعا. صح صح. فطبعا النصيحه منهم بتبقى واجبه في الوقت ده. مم. وفي حاجات كتيره الشباب مفكرين انها يعني سهله، ولا هي مش سهله. مسؤوليه. مسؤوليه. مسؤوليه جامده. الحياه الزوجيه دي مسؤوليه. لازم عشان اكون قدها لازم يكون حد ورايا بيوعيني وبيفهمني. الله المستعان. وربنا يهدي يعني الامور كلها للناس. اللهم امين. لسه يعني حبينا نتكلم معاكم في الموضوع ده، يعني من اخت لاختها، ان هي تعرف ان الدنيا يعني بعد الجواز انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اتجوز. الحياه ورده، في مسؤوليه، في مسؤوليه بيت وراجل، وان شاء الله ربنا مرزقك الذريه الصالحه تربوهم احسن تربيه. يبقى في قواعد واسس كده في البيت تمشي عليها، مش الحياه كده اي حاجه كده، لا. طبعا. والله بجد يا جماعه، انا اي نعم انا بيتي هنا، بس عيال اخواتي يا ربنا يبارك فيهم يا رب، على قد ما بقدر. انت بتتضرب مع الحيوان ولا مش عارف. على قد ما بقدر يعني اي نعم انا مش عايشه معاهم هناك، يعني واخدين بالكم. بس دايما اقول لهم صلوا. محدش يكذب. عملت حاجه غلط ما تكذبش. قول اللي انت عملته غلط، عملته قول. خلاص. قول انا عملت كذا غلط. حتى لو اللي قدامك منفعل وزعلان هيحترمك ان انت قلت الحقيقه. والله العظيم موت وسم وكذاب اكرهه. مش الكذاب ده ابدا ابدا. لما يجي العيل اللي عندنا عمل حاجه غلط وخايف وبيكذب، اقول له قول الحق، قول الصدق وما تخافش. فدايما علموا عيالكم على الصراحه والامانه والصدق والحاجات دي كلها بتفرق يا جماعه والله العظيم في الاجيال اللي جايه. انا لما بشوف العيال الصيعه دولت والعيال البايظه ويشربوا مخدرات ويشربوا سجاير ويشربوا نيله، انا مش عارفه يعني. واقعد اقول فين اهلي؟ وبقى لهم اهل، مش هقول مثلا ليه تمام، بيبقى لهم اهل، بس انا اقول فين تربيتهم ليهم. الله المستعان الله المستعان. لازم تبقى مفكرة ان الحياة فلوس وبس مثلا. لا تكون هو وفر الفلوس لاولاده يبقى هو كده ايه. لا لا لا, لا ما بتسعدش والله. عمر الفلوس ما كانت بتسعد البني ادم. اللي بيسعد البني ادم، في ناس كتير هتقولي في الكومنت لا 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 الفلوس اهم حاجه، والله ابدا، والله العظيم في الصحه اهم. في الصحه اهم. يعني الواحده لما تصحى من النوم كده وتلاقي نفسها كويسه وطيبه كده انها تقدر تقوم تشوف شغل بيتها،
دي عندي اهم من مليون والدفء فلوس. الاسري مطلوب برضه. وجوزك لما يخش عليك طبعا. بكل طيبه وحب كده، دي احسن من مليون فلوس. احسن ما يخش يديك علقه ويطلعك بعلقه ويبقى البيت كله متوتر والعيال طبعا. قرفانين من اب وزهقانين منه. من بالكم في حاجات كتير بتتعوض عن الفلوس. يعني نعم فلوس برضه مهمه، مش هكدب يعني عليك، اتوجدت يعني مع بس الحاجه دي تبقى بس حاجه جميله. برضه يعني برضه في حاجات كتير اهم منها. يعني ابويا ربنا يديله الصحه كان بيحكي لنا، بيقول في راجل كان كان بسم الله ما شاء الله عنده فدادين وعنده غيط وعنده ارض وماشي في الارض بتاعته بيتمشى كده، لا راجل فلاح بسيط قاعد جايب بصلتين وجايب رغيفين عيش وجايب برضه مش عارف. اكل وجايب لحمه مش بعمق. بالشوكة يا رشاد، بالايد يا حبيبي، بغسل ايدك عندنا صابون. وجايب رغيفين عيش وحته جبنه قديمه وقاعد ياكل في الغيط. فالراجل ده معدي عليه بقى راجل بقى صاحب الارض بقى وكده، فقام وقف له اتفضل ده. فالراجل بيقول للعامل ده، بيقول له انت بتاكل ايه؟ قال له جبنه وبصل وعيش وخير ربنا يعني والحمد لله. فالراجل قال له انت عارف انا ممكن ادفع فلوسي وارض وحالي ومالي ان انا اكل اطمى من اللي انت بتاكلها دي. قال له يا باشا ده انت تاكل حاجات من ده انت بتاكل بط بقى وز وفراخ ورومي. قال له لا انا عندي السكر وعندي الضغط وعندي الكبد وعندي القلب. واحد يقول له عندي كذا وعندي كذا، كل الاكل ده متحرم عليا، اخر شويه شرب اشربه. فالعامل قال له لا الحمد لله على اللي انا فيه يا رب، اتعب مهما اتعب بس الحمد لله باكل اللي انا عايزه. الصحه احسن من الفلوس 1000 مره والله العظيم. أكيد طبعا احنا بنقول يعني ان تواجدت الصحه، يعني ان تواجدت الفلوس مع الحياه الصوره اللي احنا بنتكلم عليها ديت يا اهلا وسهلا. يعني مثلا ما يبقاش هم كله جمع فلوس وانسى اسرتي وانسى بيتي، لكن نجتمع دي مع ديت شيء جميل. سيبكم من الكلام ده كله بقى، حاليا شويه محشي اقسم بالله سكر مسكر. معرفش ايه كده. صح؟ فهمت الله. انا بكره مش عارف، حلو قوي. عايز ابطل مش عارف. البط طعمه حلو مسكر. شايفين صباع المحشي عامل ازاي؟ انا كنت عاملاه وانا رايقه شويه، لما ابقى رايقه كده بعمل محشي حلو قوي. بس يا باشا خليك رايق على طول. منه ممكن اشرب معكرني دايما. كلام مش طبيعي. اول امبارح قلت له يا رشاد انا مش عايزه اطبخ. قال لي طب قوم. في ايه يا ابني؟ قال لي طب بس قوم. خدنا وركبنا ورحنا طنطا. كنا هناك جاب لي سندوتشات كريب بالفراخ وبالشاورما. شاورما فراخ يعني ولحمه. والله العظيم اما انا اكلت اكل يا لهوي. قلت له ده انا اقول لك مش قادره كل يوم. قال لهم اللي هيطوعك بقى، انا هي مره وخلاص. لازم يبقى فيه يوم كده نغير اي والله بجد والله العظيم انبسطت ان انا يعني ارتحت بقى من توضيب اكل ووش وكده. خلاص الامور كده خلاص. يا بنتي اعمل عصير، يا بنتي نعمل عصير، السكر غلي. السكر غلي والله، مش رمضان جاي. عماله توفر لي في السكر. كيس السكر بقى ب50 جنيه في المحلات. اما انا رايح اجيبه بقى ان شاء الله وناخد في التموين كيسين 2 انا وهو كل واحد كيس. طب ماشي احنا هنعمل عصير، طب ماشي وارجع اروح اشتري تاني. مش عايزه اروح اشتري بقى. قلت له لا خلي نحوش شويه كده لحد ما رمضان يجي. قال لي لا مش هينفع الكلام ده، احنا عايزين نشتري لنا بتاع على بعضها كده. قلت له اما تشتري ما اشوفها بعيني داخله الظهر هبقى اقول لك اعمل عصير. والله العظيم جايبه جوافه وجايبه قولوا معايا برتقان
ورمان جايبه دولت عشان قال لي لا ده الفاكهه ديت لازم تعمل عصير. عندنا رشاد بيعشق حاجه اسمها عصير. يا جماعه مش عارفه ابطل اكل. حطوا اللايك بقى والاشتراك اللي ما اشتركش، الله يك. واكتبوا لي كده ايه رايكم في الموضوع اللي اتكلمت فيه النهارده كده. وربنا يسعد ايامكم يا رب، آمين يا ويفك رب. كرب اخواتنا كده يا رب العالمين، ويسعد كل من كان على سطح الارض يا رب. والله العظيم اهم حاجه ننام يا جماعه، ما يبقاش في القلب ده لا حقد ولا غل لاي حاجه. طبعا. صدقوني بجد يعني ان شاء الله ربنا يهدينا كده جميعا. امين يا رب. باللايك. اهم حاجه اللايك. باي باي. السلام عليكم.